هاد الوصفة دمار شامل للإسمرار والكحولية والسواد ديال السنين. اقوى وصفة لتفتيح وتبييض الجسم من اول استعمال. كتبيض الجسم ديالنا من اول استعمال البنات. كتحيد الكحولية ولطراسة الصندالة والتسبغات. كتبيض المناطق الحساسة بحال الركب، الرجلين، اليدين، اي بلاصة عندك كحلة ديري لها هاد الوصفة هادي وغترحمي ليا الوالدين وغتشكريني عليها. هاد الوصفة غتخلي الجسم ديالك كيشعل بالبيوضة. هاد الوصفة البنات راه ميمكنش شحال كتبيض وكتفتح من اول استعمال. ما تنسيش لايك والاشتراك في القناه ونبداو الوصفه ديالنا على بركه الله. اول مكون غنحتاج هو معجون الاسنان. معجون الاسنان اي نوعيه عندك ديريها، سواء ديال بحال هذا اللي استعملت انا ديال الفحم، اولا كولغات، اولا اي نوع ديال معجون اسنان تقدري ديريه. انا درت هذا البنات، هذا ديال الفحم ديال الفاخر، واعر كيبيض من اول استعمال بنات. كيبيض سواء السنان سواء التبييض ديال المناطق الداكنه بحال الجسم واليدين والرجلين. كيبيض وكيفتح البشره من اول مره. وراه كيتباع البنات عند العطار وعند صحاب المكياج، فين ما مشيتي غتلقيه يعني متواجد. هنا وهذا البنات راه مرسومه فيه القرفه والقرنفل، وكذلك مرسوم فيه الفحم. مبيض للبشره، مبيض كذلك الاسنان، زوين بزاف البنات، هذا ننصحكم به. وعندي معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان. تقدروا ديروا البنات غير ساشيه وحده ديال القهوه ديال درهم وصافي. يعني هاد الوصفه البنات راه ديال بنات الشعب، ولكن راه مضمونه 100% ومجربه وكتبيض من اول استعمال. بالنسبه البنات العرائس المقبلات على الزواج كيقلبوا على وصفات ديال التبييض، تبييض المناطق الحساسه، تبييض المناطق الداكنه تحت الابط، الركب، البلاصه اللي فيها الشمس. ها هي الوصفه البنات راه مضمونه ومجربه وزوينه ورخيصه واقتصاديه. غادي ندير معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وتقرب معلقه صغيره ديال معجون الاسنان، ومعلقه كبيره ديال النشا. الا ما عندكش النشا ديري غير الطحين اولا الدقيق الفورص. بحال راه نفس النتيجه. كنخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم. عاد غادي نزيد الماء ورد اولا الماء اللي عندك تقدري تزيديه. عندك الحليب ديريه، عندك الماء ورد ديريه، عندك الماء عادي ديريه. ممكن ديروا شويه ديال كذلك البنات شويه ديال الحامض في هذه الوصفه هذه باش تكون الوصفه مجهده وتنقي لينا الجسم من اول استعمال. هذه تبريمه طبيعيه، يعني تبريمه بالمكونات اللي هي بسيطه طبيعيه بلا شوب بلا حتى شي حاجه. غنخلط المكونات مزيان ونرجع معكم. هنا ملي خلطت البنات الوصفه راه كتجي بحال هكا. شوفوا كي كتجي قهويه وكريميه والريحه ديالها زوينه، لان داك السينيال او المعجون الاسنان كيخلي الريحه في الجسم زوينه بزاف. هاد الوصفه البنات صالحه للجسم كامل ما عدا البشره ديال الوجه. ما صالحاش للبشره ديال الوجه، ما ديروهاش نهائيا لوجهكم. راه حطيت لكم الوصفه السابقه اللي فيها بيضه ونيسكافي ونشا تقدروا ديروها لوجهكم، ولكن هذه ما ديروهاش لوجهكم لان فيها مكونات ما صالحاش للبشره. بحال داك السينيال ما ديروش وجهكم البنات نهائيا، لانه غيرجع لكم بالضرر. طريقه الاستعمال ديالها البنات غادي نطبقوها على رجلينا كي كتشوفوا. وراه كتبيض البنات والله العظيم الا كتبيض من اول استعمال. كتخليوها حتى كتنشف. كديروها على رجليكم، يديكم، رجليكم، يديكم، عنقكم، اي بلاصه فيها الكحوليه فيها الزروقيه ديروها ليها وخليوها نص ساعه ولا ربع ساعه حتى كتنشف، وفركوها وبالصحه والراحه. النتيجه راه ما يمكنش شحال كتبيض. ضاعفوا الكميه الا كنتو بزاف انتي واختك ولا انتي وصاحبتك. الا كنتي بوحدك ديري غير الكميه اللي عطيتك راه كافيه. البنات كديريها من راسك حتى لساسك وكتخليوها حتى كتنشف. تقدري ديريها في الحمام الا بغيتي ديريها في الحمام، ديها معاك في شي بواطه. الا بقات منها خليها في الثلاجه تعاودي تستعمليها. وكذلك ممكن ديريها في الدار وتعومي غير في الدار. وشوفوا ما شاء الله البياض من اول استعمال. كتحسي بان الجسم ديالك كيحيدوا القشور، كيتحيد دوك الجلد الوزه اللي كيكونوا دوك الحبيبات في الرجلين. كتحيد كذلك
الكحوليه ديال الصنداله اللي كتشد لينا في الرجلين كتحيد كذلك. الشعر اللي كيكون رقيق البنات الاناسانير كيحيد هذاك الشعيرات الرقيقه اللي كتكون في الرجلين. وما شاء الله كتحسي بالجسم ديالك ابيض ناعم كالقطن من اول استعمال، غير بمكونات اللي هي سهله وبسيطه، وخليوها حتى كتنشف وكتبقاو دلكو كتفركوها مزيان. البنات ضروري انكم تفركوها باش تشوفوا دوك الريزلطا، وتشوفوا حتى الجلد الميت كيتحيد. وبالصحه والراحه البنات الوصفه. ما تنسونيش من اللايك ديالكم، ما تبخلوش عليا بلي لايك باش نبقى نحط لكم الجديد ديال الوصفات. وما تنسوش تشاركوا في القناه وتبارطاجيو هذا لا فيديو مع صاحبتك ولا اختك باش ديروا الوصفه مع بعضياتكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.